باللقب للمرة الثانية والثلاثين. رقم قياسي في تاريخ الكوبا ديل ري بالنسبة للبارسا، وفوز آخر في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بعد الفوز في الليغا والفوز في كأس السوبر. الليلة البارسا تتويج آخر في بطولة كأس ملك إسبانيا، ليكون تتويج تاريخي 32 لقب لبرشلونة، 24 بالباو، 20 ريال مدريد، 10 لأتلتيكو، 8 ألقاب لفالنسيا. هانز فليك ثاني لقب مع برشلونة في هذا الموسم، ربما لن يكتفي بهذه الألقاب، سيبحث دائما عن المزيد، عن الليغا وأيضا عن الشامبيونز ليج من أجل أن يسطر اسمه في أحرف من ذهب في تاريخ نادي برشلونة كواحد من أفضل المدربين في تاريخ النادي إذا تمكن من الفوز بالمزيد من الألقاب. لا يوجد ما هو أفضل من تعارك الرئيس، وهو سعيد وراضي عن ما تقدمه هانز فليك بالتأكيد ليلة كبيرة، وبقية النجوم اللي يقدمون مردودا هائلا وموسما كبيرا وأسماء شابة تنمو يوما بعد آخر وتجوع للمزيد من الألقاب وتريد كتابة تاريخ جديد مع برشلونة. نحن جيل قادم من أجل أن نفوز بكل شيء مع البارسا، واعتاد البارسا على أن يقدم الكرة الممتعة، النجوم وبعد ذلك الأساطير، الفوز بالألقاب وكتابة التاريخ. لن يتغير شيء، لم يتغير شيء، سيبقى كل شيء على ما هو عليه. يعود البارسا كنادي قوي منافس ويفوز بالألقاب، وبالتأكيد حتى مع رحيل ليو كان البارسا أو كان الجميع يتخيل أن البارسا لن يعود بسهولة. اليوم تتويج في كأس الملكية، وبالتأكيد مع جيل رائع يقدم مردودا كبيرا بقيادة هذا الذي أمامنا في المنصة، بقيادة هذا الذي يسلم على ملك إسبانيا. إنه النجم القادم بقوة، لامين يامال، صانع الفرحة، صانع الأهداف، صانع المتعة فوق الميدان. لم يتبقى إلا القائد أراوخو، جيزيني، ليفاندوفسكي، تير شتيجن في هذه اللقطة. الاستعداد من أجل هذه اللحظة التاريخية، استعدوا جميعا وانتظروا هذه اللحظات في تتويج الأبطال. أراوخو وتير شتيجن من أجل رفع كأس ملك إسبانيا، والجميع بالتأكيد أمام لحظة تاريخية. برشلونة رقم قياسي جديد في كأس ملك إسبانيا. مبروك للبلوغرانا، مبروك للبارسا. البارسا يتوج بكأس إسبانيا على حساب ريال مدريد في لحظة كبيرة جدا وفي لحظة رائعة ولفتة رائعة. مبروك لبرشلونة، هذا التتويج التاريخي، هذا اللقب 32 في مسيرته هذا النادي العظيم. بالتأكيد أن تير شتيجن يجد نفسه في منصة التتويج ويرفع كأس ملك إسبانيا كقائد نادي برشلونة، وهي لفتة رائعة من جانبين البلوغرانا. لا بأس في مودريتش، لا بأس في مودريتش، يوم للنسيان والقادم أفضل بالنسبة لريال مدريد. مبروك لبرشلونة، مبروك للبارسا، والتفكير الآن سيكون في الليغا وفي الشامبيونز ليج. نشكر كل نادي برشلونة على المتابعة ونترككم مع أجواء رائعة جدا ولحظات تاريخية في تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، اللي مثل ما ذكرنا هو اللقب رقم 32، وبالتالي رقم قياسي جديد لأكثر الأندية تتويجا ببطولة كأس ملك إسبانيا. لكن هذه المرة البطولة جاءت مع جيل جديد وشاب، وجاء الفوز بالمزيد من الألقاب والرغبة في كتابة التاريخ وتحقيق المزيد في هذا الموسم. الثلاثية وربما الرباعية وربما أكثر من ذلك. قفوا واستعدوا للاحتفال مع برشلونة، استمتعوا مع قيام برشلونة، صفقوا لبرشلونة بعد أن قدم ليلة استثنائية. أشكركم سيداتي وسادتي على حسن المتابعة، والآن نترككم مع أجواء احتفال البارسا بالفوز